السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جماعه بجد باقي اقل من اسبوع على رمضان، متخيلين؟ يعني ايام قليله بس وهنكون في افضل شهر في السنه، الشهر اللي بندعي فيه ربنا كده من قلبنا، وربنا سبحانه وتعالى بيستجيب ان شاء الله لجميع دعواتنا. طلبتوا بقى مني كتير قوي ان احنا نتكلم عن ازاي نوفق ما بين العباده في رمضان وكمان مذاكرتنا او شغلنا او ايا كان. فانا في الفيديو ده هقول لكم على 5 حاجات سهلين جدا نقدر نعملهم، نقدر ان احنا نستثمر في العباده بتاعتنا، وكمان ازاي يعني نظبط نومنا او ازاي نروح الشغل بتاعنا وفي نفس الوقت نعبد ربنا كويس قوي. فحطوا لايك واعملوا شير للفيديو ويلا بينا نبدا. طيب، اول حاجه اكتر حاجه فادتني في السنوات، يعني احنا بقالنا تقريبا سنتين لحد دلوقتي رمضان بيجي في الدراسه، فاكتر حاجه فادتني هو اني بمشي يومي طبيعي، يعني مش بغير يومي. في ناس يقول لك ايه، انا بقى بعد الفطار همسك الكتاب وهقعد اذاكر ولحد بقى اما اتسحر واصحى الفجر وبعد كده انام بالنهار. ده اكبر غلط، اوعوا تعملوا كده. ناموا عادي جدا النوم الطبيعي، لان جسمنا بيبقى مترتب على كده، فمعلوماتك تثبت وشغلك تصحي كده وانتي فايقه وتعرفي تعملي حاجات كتير في يومك. طيب، بتنامي عادي في نومك طبيعي، الفكرة بس ان انتي بتنامي بدري. يعني ايه؟ يعني انا بتسحر بدري، يعني بتسحر تقريبا الساعة 10 ونص ماكسيموم 11، وبعد كده بنام وبصحى قبل الفجر بنص ساعة. باكل بقى الحاجة اللي هي ايه البسيطة، يعني زبادي، فواكه، اشرب مية واصلي الفجر، ونبدأ بقى نقرأ ورد القرآن بتاعنا. اول حاجه ممكن نعملها عشان نستفيد برمضان هو اننا نواظب على صلواتنا، مش بس نواظب، لا، في مواعيدها. يعني ما تاخريش صلواتك، لو انت بقى مش منتظمه على الصلاه فدي فرصه كويسه جدا ان انت تنتظمي على صلاتك فيها. فعندك 5 صلوات، وفي نفس الوقت مع ال5 صلوات ديت هنقدر ان احنا نستثمر في القرآن. يعني ايه؟ يعني عشان تختمي القرآن مرة واحدة بس في رمضان، فتقدري ان انت تقرأي بس 4 صفحات بعد كل صلاة. صدقوني 4 صفحات دي مش حاجة كتيرة خالص، فبعد كل صلاة اقرأي 4 صفحات. طبعا لو انت عندك مقدرة طبعا اقرأي اكتر، كل ما هتسابقي كل ما هتكوني مرتاحة كده وتقدري ان شاء الله تعملي اكتر من ختمة. تالت حاجة بحب اعملها قوي هو انك تتدبري ايات القرآن الكريم، يعني مش بس قراءة، يعني لو عرفتي تعرفي معنى آية واحدة بس كل يوم ده حلو جدا، اعملي كده. رابع حاجة هو انك تقرأي في الدين. يعني ايه؟ يعني دي خلاص بقى شهر كده رمضاني يعني كريم، واحنا بنحاول نتقرب من ربنا سبحانه وتعالى، فاقرأي في الدين واسمعي لشيوخ كتير. احسن الكتب بقى اللي ممكن ارشحها لكم هو الكتاب ده، هو كيف اتدبر القرآن الكريم. سوري، اول مرة اتدبر القرآن الكريم. هو تحفة قوي، بيديكي كده كل سورة لوحدها اسمها انزلت فين والقصة بتاعتها. والفكرة ان انت لما تعرفي قصة السورة لما تيجي تقرأيها كده بتحسي الآيات. عارفين زي مثلا سورة البقرة، احنا عارفين القصة بتاعتها، لما تيجي تقرأوا سورة البقرة بتحسوا ان انتوا فاهمين، وقد ايه الناس اللي هم كانوا يعني الناس اللي هم بتوع البقرة اللي هم كانوا عايزين يذبحوا بقرة دول كانوا بيفكروا ازاي، فاهمين؟ فالموضوع فعلا بيكون مختلف. اكتر حاجة بقى عايزة اوجهها للبنات، ودي هتكون حاجة رقم 5، هو البنات اللي بتحاول مثلا تبين شعرها من طرحة او رقبتها او ايديها او رجليها او ايا كان. فخلاص دي بقى فرصة كويسة جدا في رمضان، هو انك تلتزمي بقى خلاص بحجابك. ومش هقولك البسي خمار او كده، بس على الاقل الطرحه اللي انت هتلبسيها تبقى كويسه. يعني ايه؟ يعني خلاص طرحتنا كامله، مفيش شعرنا باين، مفيش رقبتنا باينه، الطرحه مش شفافه، ايدينا مش باينه، وهكذا. لبسنا واسع بس كده، مش مهم بقى تلبسي خمار او ايا كان، الا تطبقي بس شروط الحجاب وخلاص. الموضوع سهل قوي، وان شاء الله هعمل لكم كده في رمضان زي امسيات رمضان، او كل يوم كده هعمل لكم فيديو يكون صغير فيه معلومه جديده في الدين، او في قصه كده لطيفه للانبياء او لزوجات النبي. فانتوا بس في الكومنتات قولوا لي حابين الفيديو ده يكون قبل الفطور ولا بعد الفطور والساعه كام بالظبط. واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم.